في القناه يا جماعه، اعملوا لايك، خلوا القناه تشتغل بقى كده، وشغلوني مع القناه كده بدل ما احنا قاعدين ما بنعملش حاجه. في تقدمات على فكره، يعني انا شايفه ان كل يوم بيزيد مشترك واحد، مش عارفه ليه. المفروض كل يوم يزيد 100 مشترك، 200 مشترك، حاجه كده. شجعوني. فين اللايك بتاعكم؟ فين الاشتراك بتاعي؟ فين؟ انا بشوف المشاهدات كويسه الى حد ما، يعني عشان ما افتيش. بس انا عايزه كل اللي يشوفني يعمل لي لايك واشتراك. بس بقى فيديو زي اللي فات، مش هأركز على حد، عشان ماما قالت لي عيب على حد هتلاقي اللي عيب عليكي. انا مش عايزه عيب على حد، انا عايزه اتكلم. انا بس عايزه اتكلم على ماما، لان هي فعلا عندها حق. ماما بقى اللي قالت لي ما تركتيش على حد، ما تعيبيش على حد، مالكيش دعوه بالناس. هي قالت لي اغير الدنيا. الحاجه اللي هي امي دي، او مش الام عموما مامتي بس، لا الامهات عموما في جروب المامز او اي جروب، الام اتغيرت عن زمان. زمان كان سلاح الام الشبشب، لا دلوقتي تقول لولد انت نوتي. يا ماما في يا ماما ما كناش كده، احنا اتربينا على الشبشب الجزمه. الام دي عامله زي يعني سوبر باور، طاقه ما بتخلص، طاقه رهيبه. تلاقيها بتغير للبيبي، تتكلم في التليفون، بتحل واجب همسه اخت البيبي الصغنن. انا بستخدم اسماء عشوائيه عموما، مش جايبه سيره حد. تلاقيها بتتكلم في التليفون ان هي بتغير، بتعمل، بتلبس، بتحضر الواد عشان التمرين الباسكت. بنتها مش عارفه تحل واجب الرياضه، فعارفه بتحله معاها. ده السوبر باور. او المراه اللي اخطبت عندها كام جناح، وبالتالي دي انا في المستقبل، يعني انا لما اكون ماما انا هبقى الشخصيه دي. ليه؟ عشان انا متعوده ان اعمل الف حاجه مع بعض، وده شيء غريب. في بقى الام التانية اللي هي تفهمك من البصه، تبص لك كده تقول لك احمد مثلا انت جبت 90 في الامتحان، تقول لها اه. يا احمد كام ملحق شلته؟ شلت 3. طب بتكذب ليه من الاول؟ ليه بتكذب من الاول؟ هي عارفه كده كده، عارفه ان هي هتقفشك، ليه بتكذب؟ تبقى واقفه في المطبخ وعينيها في قفاها، حرفيا الام عينيها في قفاها. انا بقى في الاوضه قافله على نفس الباب متربساه، هي في المطبخ قافله على نفسها المطبخ، تكلمني او تندهلي من بره يا مولي سيبي الموبايل وذاكري. انت عرفتي منين؟ عرفتي منين انا ماسكه الموبايل؟ عرفتي منين؟ في حاجه بقى كمان، الام عارفه كل حاجه. الام بتعرف كل حاجه عن عيالها. كدبت من بصه احنا قلناها هتقفشك. تعرف كل حاجه ازاي؟ تقول لك وانت نازل خد معاك شريط المسكن، تقول لها لا يا ماما انا تمام زي الفل ومش عارف ايه. تنزل تلاقي مواصلات وزحمه وعربيه داخله في البلاوي دي حصلت، والعلاج بتاعها الشريط المسكن اللي انت رفضت تاخده وانت نازل. فانت عارف، احنا لازم نعرف ان الام عارفه كل حاجه. انا خايفه اتضرب بالشبشب بعد الفيديو ده عشان ماما. الام بتحل كل حاجه بالاكل. ازاي؟ ماما انا عندي تمرين، اولا كنت مدربه كونغ فو سابقا. ماما انا عندي تمرين ومش عارف ايه وكده وعايزه اخسس، خدي معاك سنه الكيكه. يا حاجه احنا بنخسس، خدي معاك سنه الكيكه. لما تيجي تروح بقى التمرين بعد الوزن، بعد الماتش، تلاقي نفسك هبطت وعايز كيكه. يعني كنت تاخدها منها ليه ما خدتهاش؟ ومن حاجات بقى السوبر باور ماما، ان هم عندهم كده حاجه غريبه في التجمعات الماما. في وقت التجمعات في الحضانه او مدرسه او اقول اي كان، التجمعات دي بيبقى مثلا في بيبي في وسط الدوشه، فالام عارفه ريحه ابنها، فاهمني؟ الجوز يغمزك يقول لها شوفي الواد يمكن تغيري له، تقول له لا 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 مش هو مش هو، وقاعده فخوره ان هو فعلا مش هو. تلاقي ام تانية خدت بعضها ومشيت شالت ابنها وعارفه ان هو ده الريحه. مفيش حد بيعرف. محدش بيعرف المعلومه دي غير الماما بس. حبيبي مش عايزه حاجه، تعرف ان هي منمره على طقم دهب، على خاتم دهب، على حلقه الماس. بعدين بتقول لك مش عايزه حاجه، تعرف ان هي عايزه اغلى حاجه. وإياك ما تجيبش، انت ما جبتش تقول لك اه ما انت ما بتسالش، مش انت قلتي يا وليه مش عايزه حاجه؟ لا هو الاهتمام ما بيطلبش، وتعيش بقى دور الحبيبه شويه. دي الام برضو على فكره. بيبقى برضو حاجه في الامهات، الصوت، الصوت العالي. في صوت عالي والصوت في البيت، اذا في ام ومعاها اطفال. تيجي تطلب منها حاجه تصوت في وشك. طب يا حاجه مش انت اللي قلتي انا اعمل كذا؟ انا قلت لك ابعد عني. ما تنزلش، اسمع كلامهم، ما تنزلش. هتنزل تلاقي حادثه على الدائري، المحور مقفول، ضباط المرور معرفش مين، الوزير هيعدي دلوقتي من الشارع اللي انت واقف فيه، فقالت لك ما تنزلش، فما تنزلش، ما توجعش دماغنا.
هُم بجد يعني هُم عاملين علينا حصار قوي جدًا، ما تعرفش تتنفّس، ما تعرفش تقعد براحتك، يعني دلوقتي أنا باسجّل الفيديو ده متوقعة إن هي هتخش تقول لي: "هو أنتِ بتعملي إيه؟" أقول لها: "باسجّل فيديو." تروح ماسكة الشبشب وضرباني بيه، بس برضه في الآخر ما نقدرش نستغنى عن أمهاتنا وربنا يخلّيها ليّا يا رب سِت الكل. وست الناس كلها أمي، تراب رجليها عندي فوق راسي يوم الدين، يا رب هي تبقى عارفة الكلام دوّة، لإن هي دايمًا بتتهمني غير كده، تقول لي ما بتقبلنيش. أنا باحبِك جدًا يا أمي وربنا يخليكِ لينا، وربنا يخلي كل أمهاتنا يا رب، ويرحم اللي عاش يتيم من غير أم، ويكرمه أمنا واسعة يعني إن شاء الله. وده نهاية الفيديو دلوقتي النهارده، وباتمنى والله منكم إنكم تشجعوني أكتر، ومحتاجة لايكات ومحتاجة كومنتات تشجعني. عايزين نتكلم عن إيه، عن الجيران، عن مصر، عن إيه، قولوا لي والله العظيم هابقى فرحانة جدًا إن في حد بيشاركني. وباي باي.